توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، فما يك من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطق. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة، وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال جلدا، شيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. يوم جديد وفيديو جديد من بيت أوسة، مامة أوسة. اليوم بحباحو، اليوم بحباحو، اليوم بحباحو، ما تكسفيش. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وبراحة بال يا رب العالمين. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات، بجد بجد بشكركم قوي على كل الكومنتات اللي انتوا كتبتوها لي، ويا رب يا رب يعني يديمكم نعمة في حياتي. لو انت جديدة يا ست الكل، تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك زغروطة من قناتي اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بنزله بمشيئة الله تعالى. النهارده بقى يوم جديد كده وفيديو جديد، فيديو كله نشاط كله حيوية كله بصي يعني كل حاجة حلوة ان شاء الله هتشوفيها معايا في الفيديو دوت. بصي بقى انتوا شايفين المنظر ده؟ يعني انتوا شايفين المنظر ده بطلعه يعني بحاجة يعني رخيصة جدا، وعايزة اقول لكم دي نتيجة مسقعة بقى، وكنت بفرز طماطم طبعا فرزتها معاكم كتير جدا وبتقعد معايا فترة طويلة وطعمها حلو قوي تحفة. لو عايزة تعرفي الطريقة انزلي في الفيديوهات اللي تحت وانت هتلاقيها. ولو عايزة برضو تعرفي، انا طبعا نضفت معاكم البوتاجاز كتير قوي، فالمرة دي مش هنضفه معاكم، بس انتوا طبعا زهقتوا مني ومن كتر تنظيف بوتاجازي. فلا انت لو عايزه تعرفي طريقه التنظيف وايه السحر اللي انا بسيح بيه الدهون دي كلها، هو ولا سترس ولا اي حاجه من دي حاجات بتتجاب من عند بتاع المنظفات. انزلي الفيديو اللي تحت وانت تعرفي. في فيديوهات كتير انا عاملاها بمناسبه يعني البوتاجاز يعني، واسعار موفره. بصوا هنا بقى انا بوريكم بس البوتاجاز ان هو بيلمع ازاي وبحاجه سحريه يعني ب3 جنيه بس، يعني مش حاجه غاليه جدا. وحتى بصي كمان البراد بتاع الشاي عامل ازاي. وهنا اوسه بيصبح عليكم. بصوا ورشيت برضو على الستانلس، انت بترشي بيه على اي حاجه ستانلس تخليها بتلمع وبتبصي بتبرق. حتى كمان السيراميك اهو شايفين، انا رشه على السيراميك كله. شايفين المنظر؟ عايزاكم برضو تقولي رايكم. لو انت عايزه تعرفي الطريقه اعرفي الطريقه من تحت. شوفي انا بعمل ازاي بنضف البوتاجاز ازاي. عايزه اقولك يعني بصي بجد هتتصدمي باسعار يعني مش غاليه خالص والله. هنا بقى هنغسل كل حاجه على الرخامه. طبعا انا عملت معاكم الجزء اللي فات فما كملتش معاكم الفيديو عشان ما يطولش عليكم. هنا بقى بعمل المقلاية يا بنات نفس ما عملت المقلاية التانية الكبيرة، عشان دي برضه انا كنت على طول كنت دي عاملاها للسمك. بصوا انا عاملة واحدة للرنجة وواحدة للسمك وواحدة للبطاطس، فاهمني؟ فطبعا كلهم يعني باظوا طبعا يعني. طبعا انا بخليهم، طبعا انت هتقولي انت بتخلي دي ودي، ايوه يا جماعه والله عشان هم بيبقوا باظوا. فانا بخليهم للاستهلاك اللي هو يعني ايه، مش هطلع بقى الجديد واستعمله، لا. الجديد انا بستعمله بقى للبيض الحاجات ديت، لكن الحاجات دي بستعمل لها دوت. بستعمل يعني حاجات خلاص اللي باظت. عارفين طبعا اللي هي طبعا ايه بتبوظ الدنيا يعني. هنا اهو بوريكم البوتاجاز بتاعي. بصوا يعني انا بجد فخوره بنفسي فخوره بنفسي ان انا طلعت بالنتيجه دي. وبجد السيراميك لما غسلته يا بنات نور 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 يعني. وهنا الشفاط برضو كنت شايلاه، وهنا السلك كنت غسلاه. بصوا يعني كنت مظبطه الدنيا بجد. والازاز ده بقى يا بنات انا نفسي اغيره، ونفسي اعمل الشباك اوف وايت. وقولوا لي برضو رايكم، ايه رايكم؟ ده المفروض ان هو الشباك بتاعي معمول كده بني فاتح في بني غامق، بس انا يا بنات ما بحبش البنيات، نفسي اعمله قوي اوف وايت. فقولي لي برضو رايكم اعمله اوف وايت. والازاز دوت انا عايزه اغيره لان هو يعني مهما اغسل فيه ما بينضفش. هنا بقى طبعا انتوا عارفين نوات التراب اللي كانت موجوده وكده، فخلت الدنيا كلها مليانه تراب. فانا بقى خدت كل حاجه انا حطاها على الرخامه. بجد انا نفسي قوي افضي الرخامه، بس مش عارفه اودي الحاجه دي فين يا بنات. بجد مش عارفه اوديها فين يعني، مش عارفه. بس انا ديت بتاعت السكاكين والمعالق والحاجات دي الصراحه انا دي بستخدمها يعني، برضو مش عارفه برضو اوديها فين. انا بستخدمها، انا بستخدم دي وبستخدم طقم التوزيع وبستخدم السكاكين.
اما في كده كذا حاجه ان انا ما اقدرش استغنى عنهم على الرخام. بستخدم برضو المجات، ممكن دي احاول انقل مكانها على الرخامه التانية. بس بجد نفسي افضي الرخامه قوي، يعني نفسي اخليها فاضيه كده. بس بقى غسلت كده كل حاجه. بصوا بقى انا يعني في المرحله دي انا بحب قوي بقى الغسيل بجد. بصوا بحس كده بانتعاش كده. لو وصلش لحد هنا مش تحطي لايك وتحطي كومنت حلو من قلبك. صلي على النبي في الكومنتات عشان نكسب انا وانتي حسنات. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. إيه واللهم برضه وسلم على اهل فلسطين. ادعوا لهم كتير يا بنات، ادعوا لهم كتير. ربنا يا رب يرزق كل مشتاق بالذريه الصالحه. صح يا كوكي؟ تعالى اقول لهم يا رب اللي يحطوا لايك يجيب ايه؟ يجيب نونو. يجيب نونو. يجيب نونو وحش كده شبه اوسه. هو اجيبه لكم يا رب تجيبوا نونو وحش شبه اوسه. صح اوسه؟ امم هنا بصوا بقى يعني بجد انا عايزه اعرف مين بيحب المرحله. بص انا بحب اغسل المواعين، بس طبعا في حاجات ما بحبش اغسلها يا بنات. زي ايه بقى؟ زي اللبانه. يعني بصوا اللبانه بجد مش بحب اغسلها بجد. شايفين منظر طقم التوزيع كده من جوه؟ اللبانه يا بنات انا مش بحب اغسلها خالص بجد. وحله الملوخيه وحله الصلصه. بصوا بس اكتر حاجه اللبانه والملوخيه الصراحه يعني اكتر حاجه. هنا بصوا بقى مسكت كل حاجه كده غسلتها. طبعا متبهدلين خلاص من العيد الصغير. طبعا انا ما عملتش اي حاجه. إيه في واحده كده صديقتي بتقولي انت بداتي بدري قوي. لا والله مش بدري. ما انا لو عملت حاجه كده يعني مثلا هنا غسلت الرخامه غسلت السيراميك. مثلا كام يوم كده اطلع الدولاب كله ارصه واغسله. كام يوم تانيين خلاص يا جماعه. على فكره احنا اتفضل لنا اقل من شهر على العيد، اقل من شهر. شلت السجاد مثلا غسلته. انا بعمل كل حاجه بايدي، مش بودي مثلا السجاد في حته عند حد بيغسله. في جروبات كتير قوي يعني انا اودي السجاده اغسله. يعني بجد بقت الاسعار اوفر قوي قوي قوي. وبصوا انا بحب اغسل كل حاجه بايدي الصراحه. يعني الصراحه انا بحب اغسل كل حاجه بايدي. بصوا غسلتهم بقى كده. بصوا كل حاجه بنات غسلتها هطلع من كل حاجه كده التراب. بصوا انا بحس بقى ايه لما بقى بحط الحاجات بقى على الرخامه وكده بحس بانتعاش رهيب. شاف ده بنات كده من يوم ما اتجوزت لازم يكون مملي ميه لازم. دول كده انا بحطهم فوق التلاجة. مثلا لو جبت فاكهه جبت حاجه بحطهم. مش بجد مش عارفه اشيلهم من فوق التلاجة. كل ما افكر ان انا اشيلهم لا، انا بحط فيهم حاجات فاهميني. فحتى لو هشيلهم طب ما انا هشيلهم انا بستخدمهم. هنا بقى همسك دوت كده اغسله. هو نضيف والله ما فيهوش اي حاجه لان انا بستخدموش غير الميه بس. بس انا قلت برضو يعني دهون برضو وتراب وكده فلا. انا عايزه كل حاجه بتلمع عندي في المطبخ. تقولي لي ازاي؟ اقول لك ما اعرفش. بس ما تنسيش بقى تحطي لايك لو وصلتي لحد هنا عشان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تشجعوني كده ونعمل فيديوهات مع بعض كتير. عايزاكم بقى تقولي لي انتوا الايام دي بتعملوا ايه؟ بداتوا في التنظيف ما بداتوش في التنظيف؟ عايزاكم بصوا تشاركوني كده. يعني انا زي ما انا بشارك يومي بكل تفاصيله انتوا كمان تشاركوني يومكم بكل تفاصيله. فتقولي لي بقى النهارده انتوا ايه بداتوا ما بداتوش. انا كده يعني هل انا كده بدات بدري؟ لا والله ما انا حاسه ان انا ما بداتش بدري. ان انا عايزه اعمل العيد الكبير ان شاء الله تنظيفات عميقه جدا. بصوا هنا بقى يا بنات كنت سايبه ديت واتاري الميه كلها جايه عليها. طبعا دي خشب. عايزه اقول لكم بقى قوصت كده بقت يعني ما بقتش مستقيمه. وزي ما انتم شايفين كده الميه كده من تحت. طبعا حتى بعد ما نشفت حاسه ان هي سايبه اثر. فده غباء مني بجد. غباء مني غباء مني. اذا كان انا يعني الفتره دي كلها انا بعدها عن الميه ازاي اعمل حركه زي كده مش عارفه بجد. بصوا هنا يعني المجات دي انا كنت جايبه المجات لوحدها والطقم الشوربه لوحدهم. يعني ده لوحده وده لوحده. بصوا يا بنات اتشرخت كده من تحت متضايقه قوي. انا يعني ايه رحت عند الراجل وكده لقيت دول ودول يعني نفس الشكل. رحت جمعتهم قلت دول عشان يتحطوا ايه على علاقه وكده. كان وقتها في اللي بيتحط على العلاقه الاستانلس وكده الطقم مع بعضه. الصراحه انا ما حبيتهوش خالص. هتقولي لي ليه؟ اقول لك ما اعرفش بس انا ما حبيتهوش يا بنات نهائي. عشان انا عارفه ان الاستانلس بيجي عليه وقت مش بيبوظ. فانا كان ده بسعر دوت. يعني انا جمعت الطقمين بنفس سعر طقم الشوربه وطقم المجات. وانا اصلا عندي كمان طقم شوربه تاني يعني عندي تاني طقم شوربه وطقم مجات. دول كنت جايباهم مع بعض بس من غير برضو استانلس. اللي هو جيت كده الطبقه بتاع طقم الشربات. طقم الشربات ايه طقم الشوربه إيه العبط ده. ده الطبقه دي يا بنات بتاعه طقم الشوربه. وحتى المعالق دي كمان بتاعته. طقم الشوربه عامله زي الدومينو كده. لو وصلت لحد هنا مش تحطي لايك بقى عشان تشجعيني ونعمل فيديوهات مع بعض حلوه كتير ان شاء الله الفتره الجايه. ونشجع بعض كده في حاجات بقى العيد ان شاء الله. طبعا ده عيد اللحمه فاحنا لازم كده ننضف عشان نفضى بقى للحمه اللي احنا اصلا مش هنعرف ناكلها. احنا اصلا مش هنعرف ناكلها ومش هنعرف نجيبها اصلا. بس يعني الحمد لله ربنا يرزقنا بقى ونجيب ان شاء الله. طبعا الدنيا غاليه زي ما انتم عارفين فادعوا لنا بقى.
ادعوا كده ان ربنا يسهل لنا يا رب ونجيب لحمه. والله العظيم بجد احنا الدنيا غاليه والدنيا صعبه وكل حاجه، بس والله ربنا بيرزق في وقتها بحيث لا نحتسب، بامانه يعني. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرم جوازاتنا جميعا ونجيب مش كيلو ولا 2 كيلو، نجيب 5 6 7 8 كيلو ان شاء الله باذن الله. واللي تاكل لحمه ما تقولش لحد عشان ما حدش يحسدها يا بنات. ربنا يا رب يرزقكم يا رب جميعا يا رب. هنا اهو بصوا بقى مسكت طقم التوابل دوت، هغسله يعني، اغسله غسله حلوه يعني. طبعا الحاجات التانية فيها توابل وكده، بس انا هعمل ايه، هغسلهم من بره. فاهمين قصدي، اغسلهم من بره. وعايزه اقول لكم بيطلعوا برضو بيلمعوا حلوين قوي. بصوا انا ما ببهدلش طقم التوابل ده، بس بجد اللي عايزه تبوظ المطبخ بعد ما تعمل التنظيفه العميقه دي تدخل جوزها المطبخ يعمل اي حاجه، تقول له اه انا تعبانه، خش انت اطبخ، او خش انت مثلا اعمل اكل، اعمل اي حاجه. سوس يا جماعه بيزغزغ. خش اعمل اكل، خش اعمل اي حاجه كده بقى، انا مش قادره بقى وعامله المطبخ، دخليه بقى هيبوظ لك البوتاجاز وبصي يخرب لك الدنيا يعني. انا بعد ما خلصت وكده، فجوزي كان بيعمل حاجه في المطبخ، لقيت البرطمان بتاع الكمون مبصم. ليه يعني؟ انا نفسي اعرف ليه، نفسي افهم ليه، نفسي اعرف هما بيعملوا ايه يعني. مش فاهمه يا بنات، طب ما احنا كمان بنطبخ واحنا بنعمل كل حاجه. مش فاهمه هما بيعملوا ايه، والله العظيم ما اعرف. اسهل لي كمان اعمل كده. هو شكله شيك وحلو، بس انا بص يا بنات، انا اول ما اتجوزت كان فكرتي ان انا نفسي اعمل المطبخ كله حاجته تكون لونها موف يا روز، حاجه من الاتنين. يعني الاتنين مدخله الروز حتى كمان البلاستيكات بتاعتي كلها روز وموف، روز وموف وفوشيا، لا فوشيا وموف. فوق كنت جايبه روز عشان ما لقيتش فوشيا، يعني جايبه طقم التوزيع روز عشان ما لقيتش فوشيا وموف. لكن طبعا لو في الوقت اللي انا فيه ده ما كنتش عملت كده، طبعا ما كنتش عملت كده لو يعني بعد ما اتجوزت، لا لا لا. كان فتحوا يا بنات فتحوا، ما تجيبوش الالوان خالص ديت اساسا، فتحوا ولا روز ولا موف ولا الكلام ده. جيبوا اللي هو السلستين، بلاش برضو الاسود برضو عشان بيلم تراب يعني، فاهمه. خدي بقى عن تجربه اختك، لا ما تلونيش ولا الكلام ده خالص خالص خالص، عشان يعني بيدي شكل احلى، يدي شكل احلى. فان شاء الله بقى الواحد كده قدام شويه، يعني قدام شويه بقى كتير كده، لما الحاجه خلاص يحس ان هي خلاص بقى، يبقى يغير حاجه يجيب طقم توابل، يجيب كده. نفسي اجيب قوي طقم التوابل الفيونك ان شاء الله يعني. عاجبني قوي. في حاجات قطعت احلى، بس انا نفسي اجيب طقم الفيونك. هتقولي ليه؟ اقول لك ما اعرفش. حتى بشوف منه فرط يا بنات، بجد شوف منه فرط لونه لبني وروز وابيض. لا ما شفتش ابيض واسود. انا نفسي بقى الاقي منه الابيض، او ممكن اخد الروز. ان شاء الله كده ابقى اجيب 3. بس المشكله يعني ايه، ان هو صغير قوي والغطا بتاعه مش محكم، فاهمين قصدي. بس مش عارفه بقى اللي هو طقم على بعضه عامل ازاي. وصلت لحد هنا؟ متنسيش تعملي لايك. وايه رايكم بقى في التشجيع النار دوت. وبصوا هنا كنت غاسله الشفاط ومنضفاه وكل حاجه، وحطيت كل حاجه كده على الرخامه. حتى التلاجة كمان مسحتها يا بنات. بصوا ما سبتش حاجه ما مسحتهاش. بصوا ايه رايكم بقى، ايه رايكم في النظافه؟ بجد انا بعد النظافه ديت يعني بحب نفسي قوي، بحب نفسي قوي، لان ازاي انا وصلت للمرحله دي. هنا المبخره دي يا بنات كانت مكسوره كده، الغطا بتاعها اتكسر قوي، بعد كده جوزي كسر لي الباقي يعني. انا كسرت الغطا وهو كسرها هي. هنا بقى عايزه افك الشفاط ده يا بنات واغسله، عشان مش عايزه يعني اركب التاني، عشان عايزه اغسل الحديد، الجهاز ذات نفسه. هنا زي ما بوريكم كده انا عملت الرخامه بالمنظر دوت. قولوا لي برده رايكم. بس عايزه اقول لكم بقى، هنا انا ما كنتش فطرت يا بنات، كنت نازله اجيب حاجات بجد، ما كنتش فطرت وشربت قهوه بس كده على الصبح. وبصوا مش عارفه ايه اللي انا عملته في نفسي. المفرش ده يا بنات كان عندي اصلا، يعني انا كنت جايبه اللي انا كنت حاطاه اصلا فوق التلاجة جديد، وده كان عندي، رحت طلعت ده حطيته عشان التاني بقى متبهدل خالص خالص خالص. بصوا بقى النظام اللي انا عملته، انا عملت النظام دوت برضو، قولوا لي رايكم. هنا بصوا بقى دي اللي انا كنت جايباها اول ما اتجوزت، بقى لي فتره كبيره قوي ما غسلتهاش. ما غسلتهاش، ما فرشتهاش، فقلت اوريها لكم. لو وصلتي بقى لحد هنا، مش اشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله ان شاء الله. شاركيني يومي بكل تفاصيله. ما تنسوش تحطوا لايك من قلبكم. بجد بجد هتوحشوني من الفيديو ده. الفيديو الجاي هنا بصوا بقى بوريكم العلاج ده، كل ده كده بتاع اوسه، كنت جايبه له يا بنات والله الشهر اللي فات.
بس خلاص انا حاسه ان هو كده خلاص مده صلاحيته شهر واحد، فانا ايه هرميه يعني، هفرزه وكده وارميه. فبس كده انا وصلنا لنهايه الفيديو. توحشوني، ومتنسوش تعملوا لايك، متنسوش تعملوا اشتراك في القناه، وصلوا على النبي في الكومنتات، وباي باي.